قدامنا ده أحمد حسن عنده 25 سنة من محافظة الإسماعيلية وتحديدا منطقة أبو عطوة. شاب محترم وابن ناس طيبين، وكان ولد وحيد أمه وأبوه على 3 بنات، وكان شاب مكافح وبيجري ورا أكل عيشه وعنده محل حلاقة. أحمد كان معاه مكنة والمحل بتاعه كان بعيد عن بيتهم، وكان بيروح كل يوم المحل بالمكنة بتاعته، وكانت المكنة من وقت للتاني كانت بتعطل بيه في الطريق. ومع مرور الوقت أحمد زهق من المكنة وقرر إن هو يبيع المكنة بتاعته، وفعلا أحمد باع المكنة بتاعته ب30,000 جنيه. وزيه زي أي شاب بدأ يصرف من الفلوس، وصرف في الوقت ده 10,000 جنيه من المبلغ اللي هو باع بيه المكنة، واتبقى من الفلوس اللي معاه 20,000 جنيه. وبدأ أحمد من هنا إن هو يدور على مكنة وتكون على قد الفلوس اللي معاه. وفي يوم أحمد لقى بوست على النت إن في واحد عارض مكنة ب15,000 جنيه، وكان طبعا مش تمن المكنة الحقيقي، لأن كان تمن المكنة أكتر من كده. أحمد في الوقت ده قالك المكنة دي لقطة بالسعر ده، وبدأ أحمد يتواصل مع صاحب البوست ده، واتفقوا مع بعض على إن أحمد يشتري المكنة ب15,000 جنيه. أحمد أخد الفلوس وراح للمكان علشان يشتري المكنة، لكن أحمد ما كانش يعرف إن هو على موعد مع نهايته. وهنا تبدأ الحكاية. لما تلاقي بوست على النت ما تصدقش وتاخدك الأوهام لبعيد، يمكن سكة خروجك ليه تبقى سكة بلا رجعة. أحمد بعد ما راح وقابل الشاب صاحب البوست، وكان الشاب ده اسمه سامح محمد دياب الشهير بسامح معزة، بدأ سامح يستدرج أحمد إن هما يطلعوا الشقة علشان يمضوا عقود البيع. وطبعا أحمد طلع معاه لأنه شاب على نياته وما كانش مديله أي خيانة، لأن سامح كان مخطط ومرتب لكل حاجة، وكان عامل اتفاق مع الشيطان. أحمد بحسن نية شرب الشاي، لكن المخدر ما أثرش عليه. أحمد في الوقت ده لقى سامح بيلف ويدور في الكلام. أحمد قال له أنا همشي، ولما تبقى تقرر تبيع المكنة ابقى قول لي. وبمجرد أحمد ما طلع من باب الشقة، سامح غز أحمد في راسه علشان أحمد في الوقت ده يقع من طول. سامح في الوقت ده أخد أحمد غسله ولبسه التيشيرت بتاعه. في الوقت ده سامح أخد أحمد ورماه تحت في المدخل، وبالصدفة واحد صاحب سامح راح له قال له مين ده يا سامح؟ سامح قال له سيبك منه، ده عيل شكله ضارب شابه ملناش دعوة. واخدوا بعضهم ومشوا. وبعد وقت قصير سامح رجع تاني، لقى احمد شاله ورماه على مصطبة في الشارع، ونفس القصة سابه ومشي. وبعد فترة سامح رجع تاني، لقى احمد موجود زي ما هو. سامح لما كان بينقل احمد من مكان لمكان كان كل اللي جاي في تفكيره انه ممكن حد يلاحظ ان في واحد مرمي ويبلغ الاسعاف، لكن ده ما حصلش. سامح بعد ما لقى احمد مرمي زي ما هو جات له في الوقت ده فكرة شيطانية. سامح جاب خرطوم وبدأ يرش على احمد علشان يفوقه، وعلشان سامح يخفي جريمته اتصل بالاسعاف، والاسعاف جت. ولما الاسعاف جت علشان تاخد احمد، سامح في الوقت ده عمل فيها الشاب المنقذ، وادى للاسعاف 105 جنيه، وادالهم الشنطه بتاعت احمد ومفاتيح المحل. في الوقت ده احمد كان لسه فيه النفس، والاسعاف اخدته وراحت بيه المستشفى اللي شغال فيها ابو احمد. في ناس في الوقت ده في المستشفى عارفه احمد لان ابوه شغال معاهم في المستشفى، وزمايل ابو احمد قالوا له ان ابنك في المستشفى وفي حاله خطره. ابو احمد رد عليهم وقال لهم ازاي ابني هنا وهو موجود في المحل؟ ابو احمد في الوقت ده جات له صدمه وراح علشان يشوف ابنه. الدكاتره في الوقت ده قالوا لعم حسن اللي هو ابو احمد ادعي له لان ابنك بيموت، المخ عنده مات والقرنيه كمان ماتت. وبعد يومين وتحديدا يوم 12/8/2025 احمد مات، وبكده بقت القضيه جنائيه. بدات من هنا المباحث ان هي تعمل تحريات مكثفه، وبداوا يسالوا المسعفين اللي هم جابوا احمد، وبداوا يسالوهم مين بلغكم بيه. وزي ما احنا عارفين ان اي حد بيبلغ بحاجه زي كده بيسيب اسمه ورقم بطاقته. في الوقت ده المباحث راحت لسامح وبدأت تسأله. المباحث في الوقت ده بدأت تسأل سامح
انت ازاي لقيته؟ سامح رد عليهم وقال لهم ان هو شاف واحد دايخ في الشارع ووقع مرة واحدة، وانا في الوقت ده بلغت الاسعاف. المباحث في الوقت ده لاحظت على سامح ان هو متوتر وبيتلجلج في الكلام. بدأت المباحث تفتشه، لقوا معاه 800 جنيه وكان لابس الساعة بتاعة احمد. المباحث اخدته في الوقت ده لما شكوا فيه، ومع الضغط عليه في التحقيقات اعترف انه قتله علشان ياخد ال 15,000 جنيه اللي كانت معاه. وسامح ده اللي هو الشهرة بتاعه سامح معزة راح مثل الجريمة في المكان اللي حصل فيه الجريمة. تقرير المستشفى بيقول ان الغزة وصلت 7 سنتي جوه الراس، يعني وصلت المخ. الغريب بقى حسب الناس ما بتقول ان سامح دوت كان شغال جزار وعنده محل جزارة، وفي اوائل الثلاثينات من عمره، لكن مشي في سكة الشبو والمخدرات. يعني سامح ده قتل شاب لسه في بداية حياته، وحرق قلب اب وام على ابنهم لسه في عز شبابه، وكمان الولد الوحيد ليهم. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد يفكر يعمل كده، وان شاء الله يتنفذ فيه حكم الاعدام ويكون في ميدان عام. وهنا يثبت لينا لما تلاقي بوست على النت ما تصدقش وتاخدك الاوهام لبعيد، يمكن سكة خروجك ليه تكون سكة بلا رجعة. قول لي من وجهة نظرك، لو انت مكان احمد هتروح تشتري مكنة او عربية لوحدك وتدي لاي حد الامان الكامل وانت ما تعرفوش وكمان معاك فلوس؟ قول لي رايك في تعليق. اشوفكم الحلقة الجاية، سلام.